مش هكلمك بالتفصيل على اللي فات لان اللي فات مات، بس لازم أنا افكرك بكل اللي حصل في الموسم اللي فات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم احبابي واصحابي اللي تابعوني من كل مكان. معكم عمر شيتوس من برنامج الكرة مع شيتوس. ولو انت اول مرة تتابعني ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو وتشير الفيديو ده على قد ما تقدر لاكبر عدد من الناس. وانا عارف ان انا اخرت عليكم وطولت عليكم في الفيديوهات الكبيرة، بس انا جاي وجايب لكم الزبدة كلها وكل اللي حصل. ويلا بينا على حلقتنا. كرة مع شيتوس. في بداية الحلقة أنا عاوز أقول إن أنا مش هتكلم على اللي فات، لأن زي ما هما ما بيقولوا اللي فات مات. ولا هتكلم على الرابطة اللي ولا عرفت تحل ولا تربط، ولا هتكلم على اللائحة اللي هي كان في الانسحاب 6 نقاط وبعد كده خلوها لائحة استثنائية وخلوها 3 نقاط، وفي الموسم الجديد خلاص رجعت تاني بقت 6 نقاط. وعشان كده أنا حابب أقول إن الموسم اللي فات كانت لائحة استثنائية وكان الرابطة قرارها قرار استثنائي. طالما كان هو موسم استثنائي ولائحة استثنائية برضو، حابب افكرك ان ده اول دوري كوميدي في العالم الموسم ينتهي وفرقتين يحتفلوا بحصولهم على بطولة الدوري العام. وحابب افكرك ان هي طالما لائحة استثنائية وموسم استثنائي يبقى لازم بطل الدوري برضو يكون استثنائي. وحابب برضو افكرك طالما اللائحة استثنائية والرابطه طلعت قرارات استثنائيه والموسم طلع استثنائي وبطل الدوري طلع استثنائي، برضو قرروا ان هم يلغوا الهبوط عشان يبقى برضو قرار استثنائي. وهم لزقوا الهبوط ان هم لغوا الهبوط عشان خاطر الاسماعيلي، لكن هو مش عشان خاطر الاسماعيلي. انا عارف وانت عارف هم لغوا الهبوط عشان فريق استثماري مش عاوزينه يهبط عشان بيدفع كتير، وغير كده صاحبه راجل برضه بيدفع كتير. وعشان كده حابب افكرك ان ده موسم استثنائي ولائحة استثنائية وبطل الدوري استثنائي وكمان قرار الهبوط قرار استثنائي. انا حابب افكرك ان اتحاد الكرة ورابطة الاندية جم موسم 2024-2025 خلوه موسم استثنائي عشان نقدر نظبط جدول الدوري ونقدر نخلص الدوري بدري زينا زي كل دوريات العالم. وجم في اخر الموسم لغوا الهبوط مع انه هو موسم استثنائي، لغوا الهبوط وصعدوا 3 فرق وخلوا الدوري الجديد والموسم الجديد 21 فريق. لا بجد برافو. بس الكبيرة بقى والمفاجأة اللي انا شايلها لكم بجد ان موسم 2025-2026 هيكون برضو موسم استثنائي. وحابب افكركم واقول لكم ان الموسم الجديد اللي بدأ ده هيكون موسم استثنائي، خليكم فاكرين المعلومة دي. وحابب كمان اقول وافكر ان تجديد الثقة لرابطة الاندية فعلا تجديد ثقة في محلها، ولازم انا اقول حلوا يا حلوا وحوي يا وحوي كله طلع في محله. وحابب اقول لكم وافكركم برضو طالما هو موسم استثنائي يبقى برضو الاعلام الرياضي بتاعنا لازم يكون اعلام استثنائي، لان الاعلام طور من نفسه جامد قوي الموسم اللي فات، وغير كده غير من نفسه في حاجات كتير قوي. وفعلا كان اعلام محايد لدرجه ان احنا شفنا تغيرات في كل حاجه الا في الاعلام، لان احنا شفنا كمان الاعلاميين ما عملوش اي حاجه ولا طوروا من نفسهم، لكن احنا شفنا التطور كله كان في الاستوديوهات وكمان في حلقه الشعر وفي قصات وفي السكسوكه واللي ربى شعره واللي حلق شعره واللي حلق قرع واللي عمل سكسوكه واللي عمل ضفيره. هو ده التطور اللي عمله الاعلام الرياضي في مصر. عشان كده حابب اقول ان هو موسم استثنائي وكمان الاعلام الرياضي في مصر كان اعلام استثنائي. وطالما هو موسم استثنائي يبقى لازم نقول كل القرارات الاستثنائيه اللي حصلت من اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك الموسم اللي فات. فاكرين لما قلت لكم على لعبه بصوا العصفوره اللي عملها اداره النادي الاهلي لما لقى هجوم شديد عليه بسبب قرار الانسحاب قدام نادي الزمالك وخصم ال6 نقاط، فرمى كارت التعاقد مع زيزو، ان النادي الاهلي اتعاقد مع زيزو ورمى الكارت ده وخلى كل الناس تنسى موضوع الانسحاب وتبص على العصفوره اللي هي مين؟ اللي هي زيزو. وفعلا اداره النادي الاهلي اداره شاطره. طب فاكرين لما قلت لكم ان اداره نادي الزمالك لما دخلت اداره النادي الاهلي جوه النادي عشان يبداوا صفحه جديده، الموضوع ده مش هيعدي بالساهل. وغير كده جت اداره النادي الاهلي بعد ما دخلت نادي الزمالك وعملوا صفحة جديدة، اول حاجة عملها الخطيب في نعش حسين لبيب ان هو راح يتعاقد مع اشرف بن شرقي. فاكرين لما قلت لكم ان الكابتن محمود الخطيب لما تعاقد مع اشرف بن شرقي خلى جماهير نادي الزمالك قامت على الكابتن حسين لبيب هو واداره نادي الزمالك
وساعتها الدنيا قامت ما قعدتش. ولما جه ماتش الاهلي والزمالك وقرر الكابتن محمود الخطيب ان هو ينسحب امام نادي الزمالك، ساعتها الكابتن حسين لبيب هو واداره نادي الزمالك كانوا فرحانين جدا ومفكرين ان هم كده انتصروا وخدوا حقهم من تعاقد النادي الاهلي مع اشرف بن شرقي. لكن ساعتها يجي العكس. وليه بقى بقول لك اللي حصل العكس؟ مع ان اداره نادي الزمالك كانت فرحانه جدا بسبب قرار النادي الاهلي انه انسحب قدامهم واتخصم منه 6 نقاط، وكمان كانوا بيقولوا للاعلام وبيقولوا لكل جماهير نادي الزمالك ان هم بيتفاوضوا مع زيزو وخلاص هيجددوا لزيزو، وكمان متاكدين جدا ان زيزو هيجدد مع نادي الزمالك. يجي محمود الخطيب ويديهم البوم الثانيه بعد التعاقد مع اشرف بن شرقي، يروح مخلي زيزو يروح يوم الثلاث السفاره الامريكيه قبل الكونفدراليه بيوم والماتش اللي كان مهم، ويخليك انت تتغلب في الكونفدراليه وتطلع وما تلعبش زيزو معاك في الماتش وتطلع من البطوله، ويخلي جماهير نادي الزمالك تقوم على اداره نادي الزمالك تاني. وفعلا الدنيا قامت ما عادتش. وحابب افكرك ان الموسم اللي فات النادي الزمالك في كل الالعاب الجماعيه ما خدش ولا بطوله، ده غير كمان ان النادي الاهلي غلبه في كل الالعاب الجماعيه وخد منه دوري وكاس وسوبر وافريقيا. يعني كمان نادي الزمالك الموسم اللي فات طالع 0 بطولات في كل الالعاب الجماعيه ما عدا كره القدم. وطالما الموسم اللي فات موسم استثنائي وكل اللي حصل فيه حاجات استثنائيه، حابب افكركم ان النادي الاهلي خرج من بطوله افريقيا على ملعبه في القاهره امام جماهيره، وكمان نادي الزمالك خرج من بطولة الكونفدرالية على ملعبه في القاهرة امام جماهيره. وحابب افكركم ان نادي بيراميدز هو اللي خد بطولة افريقيا الموسم اللي فات، وكمان النادي الاهلي ونادي الزمالك لعبوا على كاس السوبر الافريقي في السعودية، ونادي الزمالك غلب النادي الاهلي بالضربات الجزاء وخد الكاس. وكمان عاوز اعرفكم ان كمان النادي الاهلي ونادي الزمالك لعبوا على كاس السوبر المحلي، ونادي الاهلي كسب نادي الزمالك بالضربات الجزاء وخد الكاس. وكمان نادي الزمالك ونادي بيراميدز لعبوا على كاس مصر، ونادي الزمالك غلب بيراميدز وخد الكاس. هي دي البطولات اللي حصلت الموسم اللي فات. وعاوز افكرك كمان طالما هو موسم استثنائي فعلا حصل حاجات كتير قوي استثنائيه، ان النادي الاهلي خد كاس ثلث العالم واتغلب في كاس ربع العالم وراح كاس العالم. وكمان حابب افكركم ان الاعلام المصري حسس الدنيا كلها وكل الوطن العربي وكل الجمهور في مصر ان النادي الاهلي رايح كاس العالم للانديه ياخد البطوله ويرجع، وحصل العكس خالص. النادي الاهلي راح هناك فضل مشغول مع الاعلام، الاداره فضلت مشغوله مع الاعلام، واللعيبه فضلت مشغوله مع الاعلام، ونسوا البطوله خالص وراحوا بقوا حصلت المجموعه واخر فريق في المجموعه ورجعوا تاني حتى ما صعدوش للدور الثاني. لكن ما ننساش ان الهلال السعودي هو اللي صعد للدور الثاني عشان ما كانش مشغول بالاعلام وكان قافل على نفسه وكان مركز في البطوله. وطالما هو موسم استثنائي عاوز افكرك بكل البطولات اللي شاركت فيها الانديه المصريه وخدتها. عاوز افكرك ان النادي الاهلي خد الدوري العام، ونادي الزمالك خد السوبر الافريقي وخد كاس مصر، ونادي بيراميدز خد بطولة افريقيا. هي دي البطولات اللي حصدتها الاندية المصرية الموسم اللي فات. وقبل ما ننهي الموسم الاستثنائي عاوز افكركم ان ادارة نادي الزمالك بسبب ان جماهير نادي الزمالك قامت على الادارة وعلى حسين لبيب راحوا خدوا قرار بتعيين لجنة تعاقدات، وكان فيها مين؟ كان فيها ميدو وحازم امام وعمرو الجنايني، وهم فعلا اشتغلوا وعملوا تعاقدات وكانوا شغالين كويس جدا. وقبل ما يمشوا جابوا مين؟ جابوا جون ادوارد مدير للتعاقدات، وبعد كده لجنة التعاقدات استقالت وهو دلوقتي جون ادوارد هو مدير التعاقدات وهو اللي اشتغل في الموسم الجديد. وعلشان كده حبيت قبل ما ابدا موسم جديد وابدا اشتغل على الموسم الجديد لازم انهي الموسم القديم. وفعلا كان موسم استثنائي، وكمان لائحه استثنائيه، وكمان بطل الدوري كان بطل استثنائي، وكمان قرار الهبوط كان قرار استثنائي، وكمان الاعلام المصري بتاعنا كان اعلام استثنائي لان هو غير الظاهر بس لكن ما غيرش الداخل. وحابب كمان اقول ان هم جددوا الثقه في رابطه الانديه، وحابب كمان اقول ان كل حاجه حصلت في الموسم اللي فات موسم استثنائي.
وهو ده كان موضوع حلقتنا النهارده. كنا بنتكلم عن الموسم الاستثنائي، وغير كده كمان حابب اقول ان مع الموسم الجديد مع نهايه كل جوله هنعمل فيديو كبير ملخص للجوله كلها، وهنتكلم عن كل حاجه حصلت في الجوله كلها، وطبعا اهم الانديه اللي هنتكلم عنهم اذا كان النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي بيراميدز، وكمان الانديه الشعبيه. وهو ده موضوع حلقه النهارده، وحابب اشوفكم في حلقه جديده. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو، وتشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا لاكبر عدد من الناس عشان عاوزه ينتشر لكل الناس. وحابب اشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.